السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يسعد كل الناس، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها بإذن الله. انا النهارده رحت العتبة، جبت شوية حاجات انا كنت محتاجاها ضروري، فنزلت العتبة النهارده. فامي قالت لي كانت برضو محتاجة حاجات، فقالت لي هاتيها لي معاكي وكده، بس ما جبتش كل حاجة برضو. جبنا ايه بقى النهارده؟ هوريكم جبت ايه. جبت بقى شفاشق زي ما انتم شايفين كده، وكمان جبت اطباق، شوية اطباق كنا محتاجينهم كده برضو. وجبت شوية ايه، جبت كتب جبت كتب بس دي مستعملة. وجبت جاكيت لبنتي، واقول لكم كل حاجة دلوقتي بالتفاصيل. جبت الشفشق ده بيجي كده بالكوبايتين بتوعه دول كده، اهو اهو، بصوا اهو من جوه. المهم الشفشق ده كده حبايبي، ده بره هتلاقيه عامل 35 جنيه، ده في العتبة. انا ما اعرفش هنا بقى، يعني هنا عامل كام، بس بره على الفرش عامل 35 جنيه. وعلى ما اعتقد بيكون كمان المقاس الاصغر شويه 35. وهتلاقي اللي بيقول لك كمان في يقول لك ب40. المهم انا ما جبتش من الفرش من بره خالص، لا انا جبت من ناس اللي هم زي مكاتب كده يعني، بس جبته بالجمله. قال لي تاخدي 3 اهو، 2 اهو، ودي واحد اهو. هو ما عندوش غير اللونين دول. قال لي هتاخدي 3 هحسبهم لك ربع دستة، يبقى الواحد هيقف معانا على 25 جنيه بالكوبايتين دول كده زي ما انتم شايفين. والشفشق اهو ماشي، يبقى دول عاملين 25 جنيه عشان واخده 3، فاتحسب لي ربع دستة. اهو الاتنين التانيين اهو برضو بكوباياته. ده نوعية اللي هي العادية خالص. ده طبعا السنة اللي فاتت كانت ب7.5 وب10. هو برضو مقاسه كبير مش صغير. بصوا يعني انا عايزة اوريكم الفرق ما بين الاتنين اهو، الاتنين تحسهم قد بعض. ف ده عامل 15 جنيه دلوقتي. وطبعا برضو كان كلامه، بس ده جبته من واحد تاني، ده 15 جنيه. وكان قايل لي ايه، قال لي ده كمان على اول شعبان لسه هيرفع. يعني الشغل ده اللي هو البامبا ده كمان المفروض ان هو شغل قديم يعني بتاع السنه اللي فاتت، فحسبوا لي ب15. فهو قال لي اول شعبان ان شاء الله الشغل الجديد كمان هينزل، اللي هو المفروض هيبقى ده اهو. المفروض ان ده في العتبه، مش عارفه انا هنا هيبيعوه بكام. ممكن بقى الله اعلم بيبيعوه بنفس السعر، ممكن يعني انت اوفر. يعني انت لو جبتي التلاته كده زي ما بقول لك كده اهو، التلاته زي كده هيقفوا معاكي عاملين، اللهم صل على النبي، هيقفوا معاكي على 75 جنيه التلاته. وده عامل 15 جنيه، ده لوحده اهو زي ما بقول لكم. ماشي، هنشوف حاجه تاني بقى. بصوا دي دي الزراير بتاعه البناطيل الجينز. دي طبعا يا حبايبي انا كنت جايبه الاربعه من هنا عاملين 10 جنيه من جنب البيت. فلما نزلت هناك العتبه، رحت جايبه ال100 زرار عاملين 25 جنيه. ال100 زرار عاملين 25 جنيه من هناك من العتبه. طبعا الكيس ده اوفرلك بكتير، دول 100 زرار. ماشي. الاطباق دي غاليه شويه، بس انا خلينا الف لكم كده واوريكم. بصوا بقى الاطباق دي يا حبايبي، بصوا انا عايزه اقول لكم ان هي تقيله ما شاء الله. يعني الطبق في ايدي تقيل. كان في اللي هو الاخف، انا جبت نضيف شويه عشان انا السنه اللي فاتت كنت جايبه اللي هو الخفيف اتكسر على طول، ما كملش سنه واتكسر، بيشقق من الحاجات السخنه. لكن ده نوعيته نضيفه شويه اهو. وجبت كمان ده اهو، ده الاشكال بتاعته. بصوا النوعيه دي، الاتنين دول كده ودول، هما دول الاتنين دول نفس الشكل، لان انا جايبه 2 لامي و2 ليا. ماشي، الاتنين الاربعه دول نفس السعر، الواحد واقف معانا على 24 جنيه الطبق. هتقولي هو غالي ليه كده؟ اقول لكم ما هو كل حاجه بثمنها. يعني هناك الطبق اللي هو اخف من ده اللي انا جبته السنه اللي فاتت عامل 15 جنيه دلوقتي. بس انا عايزه اقول لك ان هو مش هيكمل معاكي سنه خالص. يعني هو مش هيكمل معاكي سنه، لان هو بيطقطق من الحاجات السخنه فيما بعد، يعني ممكن شهرين 3 وتلاقيه طقطق. كمان بقى جبت برضو النوعيه دي برضو نوعيتها نظيفه برضو. ماشي، في نفس الشكل اللي هو برضو اللي بيطقطق، بس انا جبت برضو النوعيه النظيفه منه. وده كان عامل 19 جنيه اهو. ده شكل، ودي شكل اهو اهو. وميزة المكان ان هو حسب لي يعني بص انا هنا جايبه 3 وجايبه من ده 4. يعني السنه اللي فاتت كان قايل لي لا لازم دستة، السنه دي لا اداني عادي اللي انا عايزاه. مش عارفه بقى عشان كان ضغط شغل، ولا هو فعلا اداني ده عشان خاطر بقى عادي ان انت تاخدي اللي انت عايزاه، ما اعرفش. بس اللي انا عايزه اقول لكم ان انا جبت ده زي ما قلت لكم كده، ده خامته نضيفه الصراحه. دول يعني انضف من التانيين. وبرده لما استخدمهم هقول لكم يعني. انا الحاجات دي زي ما قلت لكم مش حاجتي لوحدي. كمان بقى جبت
استنوا كده نشيل بس الكتب، نشيل الاطباق. بصوا الكتب دي كتب مستعمله، دي كتب مستعمله. بصوا هو حسب لي بقى الايه، الانجليزي ده حسبهولي ب 30 جنيه، ده حسبهولي 30 جنيه، والعربي والحساب حسبهم لي ب20. كنت عايزه اخد منه برضو الانجليزي ب20، قال لي مفيش فصال، فاخدت دول، ده ب20 وده ب20 زي ما قلت لكم، ده ب20 وده ب20 وده ب30 جنيه. طبعا بص احنا بقى لو جينا للسعر بتاعه الحقيقي هنبص كده مع بعض كامل كام. استنى، لا ده كده معوج. بصوا 58 جنيه الكتاب اهو، 58 جنيه الكتاب، وده 48. ودي المفروض ان هي اسعار قديمه، يعني دي اسعار السنه اللي فاتت، الله اعلم السنه اللي قبلها ما اعرفش. ماشي، مش عارفه ده سعره فين بقى، مش مكتوب، ده مش مكتوب. ماشي، المهم دول كلهم عاملين اهو معانا، عاملين معانا 70 جنيه. التلات كتب ما شاء الله 70 جنيه. كده كده اصلا الترم التاني ده ما بيطولش معانا اصلا، يعني مش طويل زي الترم الاولاني. انا برضو حبيت ان انا اعرفكم عشان خاطر ايه، حرام يعني لسه ما جابتش الكتب بتاعت سلاح التلميذ دي وكده، تجيب ايه زي ما انا جبت كده اوفر ليكي. بصوا بقى هوريكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا رحت طبعا، بنتي ما كانش عندها جوكيت خالص ان هي تروح بيها المدرسه، فنزلت النهارده المفروض ان في تصفيات شتوي، فلقيت لبس اللي هو الاطفال ده كان قليل جدا هناك، فرحت قلت ايه اجيب لها جاكيت. فالمهم عجبني الجاكيت ده، بصوا ما شاء الله خامته جميله جدا اهو. بص الكباشو بتاعه، بصوا فرو مبطن، فرو من جوه جميل، خامته جميله جدا. بصوا انا عايزه اوريكم برضو الخامه من جوه. بصوا من جوه مبطن فرو ازاي، جميل ما شاء الله. الجاكيت ده بقى جبته بكام؟ جبته ب 280 جنيه، جبته ب 280 جنيه برضو من مكاتب الجمله. طبعا هناك ما كانش فيه فصال خالص، لان انا قلت له ب 250، قال لي احنا مكاتب جمله ما فيش فصال عندنا خالص. ماشي، وانا بجيب الجاكيت ده لقيت بقى ان هو مش جاكيت بس، لقيت بقى ان هو ايه، يتحسب ان هو طقم. ليه بقى قلت طقم؟ اقول لكم قلت ليه طقم، اصبروا كده خليكم معايا. بصوا لقيت معاه بقى البناطيل ده، البناطيل ايه، لقيت معاه البنطلون ده مع الطقم ده كده. بصوا كده، بصوا الجمال، بصوا الجمال. بصوا خامة البنطلون ما شاء الله جميلة، يعني بصوا الخامة بتاعته بتاعت البنطلون ما شاء الله جميلة جدا. يعني الجاكيت لوحده ب 280 جنيه يستاهل فعلا، لان انا سائله على حاجه شبهه بس كان من غير بنطلون، كان ب 350 جنيه، بس ده في الشوارع اللي هي العموميه من بره بتاعت العتبه. فلما دورت شويه وكده بصيت بقى، رحت جايبه الطقم ده كده لقيته عامل 280 جنيه، وزي ما بقول لكم كده معاه البنطلون بتاعه، بس هو بنطلون طويل شويه، فانا ايه هسيبه لها لما تطول شويه عشان هي لسه صغننه كده يعني. بس والله ده لقطه 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 يعني، دي حاجه يعني عجبتني جدا، جبتها وعجبتني جدا. وكمان جبت لها الطرحه دي معاها اهو، اللي هي الحجاب السوري زي ما بيقولوا اهو، دي البندانه بتاعته، ودي الطرحه نفسها اهي، دي كانت عامله 15 جنيه. بصوا بقى كمان جبت الاقلام دي من هناك اهو، جبت الاقلام دي من هناك، اي قلم ب2 جنيه، اي قلم من هناك ب2 جنيه. حتى الرصاص ده يا جماعه خامته جميله جدا. بصوا ده خامته جميله قوي، انا يعني يعتبر ما بجيبش الا النوعيه دي. اي قلم من ده ب2 جنيه هناك. وكمان جبت اللي هو الكلوروكتر ده ب8 جنيه هناك. انا اخر مره جايباه من هنا ب12 جنيه، دلوقتي ما اعرفش زاد ولا قل، بس انا جايباه من هناك ب8 جنيه، المفروض ان انا كده جايباه ارخص يعني. دي حاجاتي النهارده اللي انا اشتريتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم بالله عليكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.